السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتي واتم سفيان. اليوم ان شاء الله جبت لكم جوج انواع ديال الساندويتش ممكن يرافقهم الوليدات المدارس اولا العشاء اولا الكوتي، كيجيو زوينين بزاف مع واحد خليطه اللي كنصوبوا بها الدجاج، كتجي رائعه، كيجي مقرمش وزوين. كنتمنى ان شاء الله شاهدوا لا فيديو الاخير. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير والى وصفات قادمه ان شاء الله مع واتم سفيان. بسم الله على بركه الله. غنبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنا 2 كؤوس تاع العنبه ديال المدافي، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، نضيف عليهم معلقه كبيره ديال السكر حبيبات او سنيده، واحد رشه ديال الملح. غادي نخلطهم مزيان، نخلطوا هاد المقادير مزيان. هنايا غادي نضيفوا عليهم ان شاء الله نص كاس ديال الزيت نباتيه. القياسات اللي كناخذ دائما بكاس ديال العنبه اولا كاس ديال الشاي المغربي. هذا الكاس هذا راه هو قياس كاس العنبه. بسم الله. غادي نخلط مزيان. الدقيق غادي نبدا نضيف شويه بشويه. العجين ديالنا هنا ما خصهاش تكون جاريه بزاف وما تكونش قاصحه، تكون رطبه. صافي غادي نخلط مزيان تذوب لينا هذيك الخميره مع الماء، غادي تفاعل لينا مع السكر. صافي غادي نبدا نضيف ان شاء الله الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق غادي نضيف باليد ديالي وغادي غادي نحرك ولا نخلط. غادي نخلط هكا باليدين باش نعرف شحال ديال القياس ديال الدقيق اولا العجين، القياس ديال العجين باش ما تجينيش العجينه ديالتي قاصحه كيف قلت لكم. صافي غادي نبدا نخلط هكا ونضيف الدقيق. غادي نقول لكم القياس ديال الدقيق اللي دخلت في هذا العجين هذه ان شاء الله. غادي نضيف هنايا ضفت 500 غرام ديال الدقيق كامله. الا احتاجيت غادي نضيف مازال، وغنقول لكم في الاخر شحال ديال الدقيق استعملت في هاد الخبيزات ديال الساندويتش. بلا ما تعجنوهم بلا ما تدلكوهم، صافي غير جمعوهم وغادي نخليهم ان شاء الله يرتاحوا حتى كيضاعف الحجم ديالهم. راكم عارفين الخبز ديال الساندويتش كيبغي باش يرتاح مزيان باش النتيجه كتكون عندنا مزيانه. انا غادي نضيف مازال هنا الدقيق. كيف قلت لكم انا دخلت هنا نص كيلو ديال الدقيق. صافي هنا كيف قلت لكم غادي نضيف شويه ديال الدقيق وانا كنخلط وكنشوف القياس ديال العجين ديالي ان شاء الله. صافي هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هانتوما كي كتشوفوا العجين تاعنا راه طريه شويه. صافي غادي نخليوها ان شاء الله ترتاح حتى يضاعف الحجم ديالها. بالنسبه هنايا للدقيق انا ما ضفتش 100 غرام كامله، ضفت تقريبا واحد 90 ولا 80 غرام ديال الدقيق. هنايا راه على حسب الدقيق واش كيتشرب لكم ولا ما كيتشربش. انا في العاده كنحتاج تقريبا 500 حتى 550 غرام ديال الدقيق، ولكن هذا الدقيق هذا شي شويه راهو ما كيتشرب شيء. صافي غادي ندهن واحد شويه ديال الزيت وغادي نخليها، غنغطيوها بلاستيك غذائي ونغطيو عليها نتقلوا عليها بشي حاجه ولا نديروا لها الغلاقه ديال البول فاش واضعينها. صافي نخليوها ان شاء الله واحد نص ساعه تقريبا. المهم تيضاعف لينا الحجم ديالها على حسب الجو ديال المطبخ. صافي نرجع معكم ان شاء الله. هنا غناخذ واحد الكميه ديال الدجاج، انا قطعته على هذا الشكل هكا. المهم ممكن انكم ديروا صدر دجاج اولا ديروا صدر ديال لادان، المهم يكون عندنا هكا الحيمات بحال هكا طريين. صافي غادي نحطهم هكا. غسلتهم مزيان بالحامض وبالملح، ضروري تغسلوهم مزيان باش ما تبقاش فيهم ديك الزفوريه ديال الدجاج. صافي هنايا حتى عندي حتى شي قطع صغارين هكا ديال لي بونشيت. صافي غادي نحطهم في هذا السالاديي. غادي نضيف عليهم واحد توابل وغادي نخليوهم ان شاء الله غادي يرتاحوا لينا واحد المده تقريبا ديال ساعه اولا نص ساعه، المهم على حسب الوقت اللي غادي يوجدوا لينا فيه ان شاء الله الخبيزات تاع الساندويتش. صافي هنا التوابل عفوا اللي غادي نضيفوا لهاد الصدر ديال الدجاج اولا اللادند. غادي نضيفوا لها معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، وشويه ديال الزعتر. صافي غادي نضيفهم هكا. غادي نضيفوا عليهم هنايا واحد شويه ديال لا موطارد، غير واحد شويه. غادي نضيفوا عليهم هنايا شويه تاع المايونيز. بسم الله. غنضيف عليهم واحد البيضه كامله. غادي نضيفوا الحليب. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الياغورت الطبيعي. صافي غنخلطوه هو الاول، عاد غادي نضيف الحليب في الاخر ان شاء الله.
خاص هاد التوابل تخلينا في هذا الدجاج كامل. ملي غادي نسالي غادي نخليه ان شاء الله واحد شويه كيرتاح، بين ما غادي نقادو ان شاء الله الخبيزات ديال الساندويتش. عاد غادي نرجعوا ان شاء الله باش نقادو هذا الدجاج ديالنا باش يبقى لينا سخون ما يبردش الا قليناه. صافي غادي ندخل هذا الشيء كامل بحال هكذا. غادي نضيف ليه هذاك الحليب، ممكن كاس ممكن نص كاس، المهم على حسب الدجاج اللي عندنا. صافي غادي نضيفو هكا. غادي نخلي هذا الشيء دابا في الثلاجه، وغادي نضيف راه العجين ديالنا راه هو وجد. صافي هنا العجين تاعنا هو راه موجود، راه وضعف لينا الحجم ديالو. غادي نخويه هكا بالهواء، غادي نحطو غادي نقسمو على جوج ديال الكريات. الكريه الاولى غنصاوب بها الساندويتشات الاولين، والكريه الثانيه غادي نخليها كترتاح. غنرجعها للبول وغادي نغطي عليها وغادي نخليها باش ما ديرش هذيك القشره من الفوق. كيف كتشوفوا انا ضروري هنايا كتستعملوا واحد شويه ديال الدقيق. غادي نخلي يرتاح واحد شويه. صافي هنا بعد ما ارتاحت ليا العجين ديالي، هنا غادي ناخذ الكره الاولى. صافي هنايا غادي نستعمل بالدلاك، غادي نسرح هاد العجين ديالي كامله، غادي نورقها مزيان. وحنا كنسرحوا فيها وكندخلوا واحد شويه ديال الدقيق كنلوحوا فوق سطح العمل باش ما كتلصقش لنا هذيك العجين مع سطح العمل كيف كتشوفوا. صافي غادي ناخذ واحد القطعه، نتوما غادي تحكموا في الشكل اللي بغيتوا. القطعه ضروري غادي نديروا هكا على شكل دائري. بغيتوا ديروهم خبيزات طوال ممكن انكم ديروا على شكل هكا مستطيل، ولكن من الاحسن هكا حتى الا درتوهم على شكل دائري راه كيجيو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا في الاخر كيجيو زوينين بزاف. ضروري انكم كتدهنوهم من الوسط بزيت نباتيه، ما تنساوش شيء الا ما دهنتوهم شيء راهم غادي يتلصقوا لكم ملي غيكونوا كيطيبوا. صافي غادي ندهن هكا الكميه اللي عندي كامله تاع هاد الخبيزات اولا هاد الخبز تاع الساندويتش غندهنو مزيان بزيت نباتيه. صافي غادي نحاولوا نقلبوه على جوج بحال هكا، غنديروا على جوج. صافي غادي نوضعوا ان شاء الله فوق الصينيه ديال الفرن. بالنسبه هنايا الفرن انا راه ديجا درتو كيسخن من الفوق والتحت على درجه حراره 200. ملي غادي ندخل ليه الخبيزات تاعنا غادي نقص عليه 180، غادي نخليه شاعل غير من التحت، غادي يطيبوا لينا من التحت ويتحمروا من الفوق. هنايا هاد الخلطه انا دايره فيها دانو طبيعي، دايره فيها الحليب ودايره فيها واحد شويه ديال الكيتشوب، غادي ندهنوا بها هاد الخبيزات ديالنا من الفوق. صافي بغيتو تدهنوا نتوما غير بالحليب بوحدو دهنوا، ولكن حتى هاد الخليط اولا هاد التخليطه اللي درت راها كترطب لينا هاد الخبز هذا كيجي زوين. صافي غادي نديرو كما قلت لكم غادي نديرو باش يطيب ان شاء الله، وغادي ندوز معكم باش غادي نحضروا الساندويتشات الثانيين. هنايا العجين الثانيه راها ارتاحت لينا مزيان حتى هي كيف كتشوفوا هي راه ضعف حتى هي الحجم ديالها المره الثانيه. صافي غادي نخويها حتى هي من الهواء وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نحضروا بها الساندويتشات الثانيين. هنايا غادي نستعين انايا بالمول ديال الباغيت اولا الكومير الصغير. بغيتو ديروهم غير هكا في الطاوه ديال الفرن ممكن. انا هنا غادي نقسمها كويرات صغار، ضروري يكونوا كويرات صغار لانني غادي ندير كل بلاصه ديال الكومير غادي ندير فيها جوج ديال الكوميرات صغار، ما غاديش ندير وحده كبيره. هانتوما كي كتشوفوا غادي نقطع وغادي نحاول نديرهم قريصات صغار. صافي غادي تقريبا غادي نساويهم، المهم يجوني تقريبا في نفس القياس يعني ما غاديش نعبرهم، غادي نديرهم ديريكت هكا. غادي ندهن سطح العمل بواحد شويه ديال الدقيق الابيض وغادي نبدا نشكل هكا في الكويرات ديالي يكونوا صغيورين. بغيتي ديروهم باكيطات كبار ديروهم، انا درتهم على هذا الحجم هذا. غادي نغطيهم شويه بالبلاستيك وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه. صافي بعد ما كيرتاحوا لينا هانتوما كي كتشوفوا غادي نبداو نتنيو هكا اولا نجمعوا الخبز ديالنا اولا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا، وحنايا هكا وكنجمعوا من الجناب وكنحطوهم هكا من الجناب وغادي نحطهم في الصينيه ديال الفرن ديال الباغيت لان ديجا دهناها بالزيت نباتيه. صافي استعنوا هكا بشويه ديال الدقيق وانتم كتسرحوا عفوا في هذا العجين هذا لانه راه كيولي المره الثانيه كيولي لنا خفيف بزاف لانه خمر جوج ديال المرات. صافي نتوما كي كتشوفوا وانا كندور بحال هكا وكنثبت في العجين باش يتجمع ليا مزيان وكنجمع الجوانب ديالو. ما تخافوش غير واخا ما غاديش تقادوه مزيان راه في الاخر ملي كيطيب راه كيجينا زوين كيتقاد كيتنفخ لان هذاك المول ديال الخبز راه كيقادو لينا مع الجناب. الا كنتو غادي ديروه غير عادي في طاوه الخبز قادوه مزيان لانه خاص باش الشكل ديالو يجي مقاد.
صافي غادي نستمر هكا. غادي نكمل انايا الكميه كامله اللي عندي ديال العجين ديال الخبيزات اللي عندي، وغادي ترجعوا ان شاء الله باش نشوفوهم فاش غادي ندخلوهم الفرن. المهم هنايا بالنسبه للطياب ديالو انا دايره الفرن كيف الطريقه الاولى، دايره كيطيب كيسخن مزيان. صافي ها هما الشكل ديال صافي ها هما الخبيزات تاعنا بعد ما كملتهم غادي ندهنهم بالخليط ديال اللي تبقى لينا من الخبيزات الاولين. انا ضفت عليهم هنا قليل من الحليب باش يترخف لينا شي شويه الخليط. غادي ندهنهم مزيان وخليهم حتى يخمروا مزيان، عاد غادي تدخلوهم طيبوهم. وملي تبغيو ملي يبداو يشدوا شي شويه الطياب غادي تضربوهم واحد شويه بالمص من الفوق باش يجيبوا لهم دوك التفليحات بحال تاع الكومير من الفوق. صافي انا دخلتهم الفرن يطيبوا. ودزت هنايا الدجاج ديالنا. هنايا كنفندو في الدقيق الابيض، ضروري ديروه في الدقيق الابيض بلا ما ديروا لا شابلور. الزيت تاعي راه هو كيسخن. صافي غادي نفندو مزيان هكا في الدقيق الابيض، وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نطيبوه في الزيت اللي هي ساخنه. انتما كي كتشوفوا الزيت راه ساخنه مزيان سخونه مزيان. صافي غادي نحط هذوك القطع ديال الدجاج ديالنا وغادي نخليهم حتى كيشد فيهم الطياب، وعاد كنقلبهم للجهه الاخرى باش كيجينا هكا مقرمشين وكيجينا طايبين مزيان. النار راها عاليه شي شويه بلا ما ترخفوا عليهم. الا رخفتوا عليهم النار غيشربوا لكم الزيت بزاف. صافي كنخليهم هكا حتى كيشدوا لينا مزيان وكنبداو نقلبوا فيهم حتى كيطيبوا. صافي غادي نزولهم ان شاء الله، نديرهم في الشبيكه باش يسقطروا لنا شي شويه، ولا نديروهم في الورق اللي كيتشرب الزيت باش ينشفوا لينا. وان شاء الله ملي غادي نكملوا غادي ندوزو باش نعمروا السندويشات ديالنا. وهذا هو الشكل تاع لي باغيت ديالنا ولا لي ميني باغيت اللي كملنا الطياب ديالهم. راه كيجيو هكا زوينين بزاف. هانتوما كنستعملوا هكا بالسكين باش كنزولوهم من المولات ديال المول ديالهم. راه كيجيو زوينين مزيان، كيجيو بحال هذاك لي باغيت اللي كنشريو من الفران من المخبازات. صافي هانتوما انا هادو هما الشكل الاول اللي كنت صوبت معكم. راه كيجيو خاويين من الوسط، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. الناس اللي ما كيبغيوش السندويتشات عامرين بالبابه من الداخل، اولا كيبغيو الخبز يكون ناشف من الداخل ما فيه شي البابه. صافي انا هنا ما غاديش نعمر هادشي كامل، غادي نحتفظ بالبعض من الخبز غادي نخليه لبناتي للمدرسه. هكا كندير فيه سندويتشات المدرسه، غادي نعمر لهم فقط هذاك الشيء اللي غادي يديروا به سميتو الكوتي ديالهم. انتما كتشوفوا راه حتى الكوميرات ديالنا الصغار راه كيجيو خاويين من الوسط. صافي هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الصلصه تاع الكيتشوب والمايونيز، غادي نسرحها هكا. غادي نضع فوقها واحد نص قطعه ديال الفرماج تاع الساندويتش، وغادي نوضع فوقها واحد شويه ديال القطع ديال الخس، واحد جوج قطع ديال الخس، قطع ديال الطماطم، شويه ديال البصل شرائح، وغادي نوضع جوج تاع القطع ولا ثلاثه ولا كيف ما بغيتو ديال الدجاج. صافي غادي نستمر على نفس الطريقه حتى بالنسبه للساندويتشات الاخرين. غير الساندويتشات الاخرين ما غاديش ندير فيهم بزاف ديال البصله وداكشي لان بنتي ما كتاكلش البصله باقا صغيره. صافي غادي ندير لها هنا غير الخس، وغادي ندير لها قطعه ديال الدجاج، ما غاديش تاكل البصله هي صغيره. صافي هنايا غادي نكمل معكم واحد الطريقه اخرى ماشي طريقه اخرى وانما غنعمر معكم واحد الخبزه واحد الكوميره اخرى باش تشوفوا الطريقه ديالها. صافي نفس الطريقه اللي غادي ندير شويه كيتشوب، شويه تاع المايونيز، غادي ندير واحد القطعه ديال الفرماج، واحد جوج قطع ديال الخس. هنا الخس ضربوا قطعوه من الوسط باش ما كيجيش يعمر بزاف، كاين اللي ما كيبغيش الخس بزاف. صافي غادي ندير هنايا مطيشه، غادي درت شويه تاع البصله صافي، ودرت الدجاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتشات تاعنا. راهم تيجيو هائلين، كيجيو لذاذين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني بلايك الى عجبتكم لا فيديو. شكرا بزاف على المشاهده، والى وصفات قادمه ان شاء الله مع شهوة سفيان بالصحه والراحه.